لو بتعمل كده فانت بتدمر مستقبلك المالي بايدك، وممكن كمان تكون بتظلم ولادك معاك. لو بتصرف اكتر ما بتكسب، ولو كل ما فلوس بتدخل بتخرج تاني اسرع، فانت مش محتاج نصيحة مالية، انت محتاج انذار طوارئ. في 3 تصرفات بيدمروا مستقبل اي حد وبيخلوه يشتغل طول عمره وما يعرفش يعني ايه حرية مالية. 1. انا هستمتع دلوقتي وربنا يفرجها بعدين. الجملة دي كأنك بتسلم مستقبلك للحظ والصدفة، وسيبك من الحظ، انت كده بتدفن مستقبلك بإيدك. 2. هستثمر بعد ما اظبط وضعي. بس هو امتى الوضع بيظبط اصلا؟ كل ما بتستنى اكتر فرصتك بتقل، ولو بدأت بدري حتى ب1000 جنيه ممكن توصل لحرية مالية وانت لسه شاب. 3. انا ما عنديش وقت اتعلم عن الفلوس. بس الغريب انك عندك وقت تتفرج على مسلسلات وسوشيال ميديا وماتشات بالساعات، ويبقى عندك وقت تشتغل لناس تانية طول حياتك، ومفيش وقت تشتغل لنفسك. يبقى انت بتشتغل نفسك. اسمعني كويس، الفلوس مش بتضيع فجأة، هي بتتسرب بهدوء من حياتك. لو ما خدتش قرار النهاردة هتدفع الثمن بكرة. فكر كويس واحسبها صح.